وخلينا اقول لك انه بعد عدد كافي من التدريب هتقدر تتعرف على الاشارات اللي بتتنبأ بنتائج معينة من غير ما تفكر فيها بشكل واعي، لان الدماغ بشكل اوتوماتيكي بيشفر الدروس المكتسبة من خلال الخبرة. وعلى فكرة وانت في طريقك لتكوين عاداتك مش هتقدر تفسر ايه اللي بتتعلمه، الا ان التعلم بيحصل طول الوقت، وقدرتك على ملاحظة الإشارة لموضوع أو موقف معين ما هو إلا أساس لكل عادة بتقوم بيها. ومن أحد الحاجات اللي هتقابلك بخصوص العادات إن العادة طالما تكونت عندك مش من الضروري إنك تكون واعي بالإشارة اللي هتخليك تبدأ العادة بشكل لا واعي، ولكن أصعب ما فيها إنك لو عايز تغير عادة بيكون عليك إنك لازم تخلي ممارسة العادة اللي عايز تغيرها خاضعة لعقلك الواعي من جديد عشان تقدر تتحكم فيها وتحسنها أو إنك تتخلص منها، لأنها طالما بتخضع للعقل اللاواعي هتفضل تمارسها بشكل تلقائي وأوتوماتيكي، وبالتالي تغييرها هيكون صعب عليك. إنما لو قدرت إنك تسحبها لمنطقة العقل الواعي هيكون التعديل عليها أو تغييرها أمر سهل، أو حتى التخلص منها.